عادة انقطاع التيار الكهربائي الانابيب في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط. مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه، برشا صحفيين ما همش يخدموا في ظروف طيبه ولا مرتاحين. ما نحكيلكش على مشاكل لوجستيه اللي بدات كان اليوم في المغرب من تنقلات الصحفيين وغيره، من برشا حاجات قاعد يتعرض لها الجماهير مع تجربه التذاكر اللي موجوده كان على الابليكاسيون. قاعد يعمل في برشا مشاكل، يخلق برشا مشاكل جماهير اللي يلقاو رواحهم مثلا كي يقص تيكي ويلقى فيها بلوكاج ما يلقاش مع شكون باش يتواصل. يعني قبل اي حاجه تحيه للجمهور التونسي وللاعب التونسي حمدة بعل على تصريحاتهم تجاه المغرب وتجاه التنظيم، حاجه رائعه جدا، والناس اشادوا بالمغرب بمنتهى الادب والذوق والاخلاق بصراحه يعني. ولكن احنا ما عرفناش نرضي الباشا خالص، يعني ما فيش حاجه في المغرب عجبتك؟ يعني ما فيش اي حاجه عملها المغرب في التنظيم عجبتك؟ يعني مش معقول ما فيش ولا حاجه عملناها صح، يعني مش ممكن. التنظيم في المغرب ما عملش حاجه واحده صح، كل الحاجات مش عاجباه. والناس كلها اشادت، والناس كلها قالت انه التنظيم رائع والملاعب رائعه وكل حاجه، ولا المواصلات عجبته ولا الطريق عجبه ولا الكاميرات عجبته ولا الاضاءه عجبته ولا الملاعب عجبته ولا احنا عجبناه ولا اي حاجه خالص. الباشا ما فيش حاجه عجباه، انما واحد طالع تقريبا معترض على كل حاجه بتحصل في المغرب، كل حاجه في التنظيم ما عجبتوش. ومش منطقي يا باشا، انت لو رحت الصحراء يعني في اي حاجه هتعجبك في الصحراء؟ حاجه واحده بس، يعني هتقول الشمس حلوه مثلا. فما اعرفش الصراحه، تصريح غريب جدا، واحد طالع اشتكى من كل حاجه تقريبا، ناقص يشتكي من الهواء، يعني ناقص يقول ان الهواء في المغرب مش عاجبه.